السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في قناة شيماء للمشغولات اليدوية. احنا النهاردة إن شاء الله هننفذ شنطة بسيطة جدا. هي العميلة طلبها مفرغة وتكون خفيفة، تطلع بيها مشوار قريب تشتري طلبات، فأنا حبيت أنفذها معاكم. نبتدي إن شاء الله مع بعض. أنا هستخدم فيها خيط المكرمية الفرنساوي وإبرة مقاس 2.5. أول حاجة كده هعمل عقدة البداية، وبعد كده هرتفع 14 غرزة سلسلة. 1 2 بالطريقة دي كده، وهرتفع تاني 3 غرز ارتفاع، وهاجي في الغرزة الرابعة هدخل واعمل عمود بلفة، وفي الغرزة اللي جنبها هدخل واعمل عمود بلفة، وفي الغرزة اللي بعدها افضل ماشية كده غرز عمود بلفة لحد ما اوصل لغرزة البداية. ادي كده يا بنات وصلت لاخر غرزة، بقى معايا 14 غرزة عمود. هرتفع كده 3 سلاسل وهلف الشغل وهشتغل فوق كل عمود عمود. اهو كده بنات خلصت السطر التاني. هرتفع برضو بنفس الطريقة 3 غرز سلسلة وهلف وهكمل فوق كل عمود عمود، وهفضل ماشية بنفس الطريقة دي لحد ما عدد الادوار عندي يبقى 30 دور. ادي ده 1 2 3، يعني انا بقيلي كده 27 سطر بنفس الطريقة، والعدد لازم يكون ثابت معايا. انا اشتغلت 14 عمود يبقى لازم فوقيهم 14 عمود. افضل اعد علشان ما اتلخبطش. ادي كده يا بنات انا خلصت اهو القاعدة، ارتفعت 30 سطر زي ما انتوا شايفين كده. هكمل شغلي ازاي؟ هرتفع غرزتين سلسلة وهاجي كده في العرض هشتغل فوقيها بروز القاعدة كلها، هلف الخيط على الابرة وهدخل تحت اول عمود كده واعمل نص عمود، وفي نفس المكان تاني هدخل واعمل نص عمود، وجنب العمود اللي جنبه هدخل برضو تحتيه واعمل نص عمود اهو بالشكل ده كده. يبقى انا شغالة بالعرض هنا كده تحت العمود، بدخل اعمل غرزتين نص عمود. اقربها لكم اكتر اهو في السطر العمود ده اللي بالعرض بدخل تحتيه واعمل نص عمود وكمان مرة نص عمود. هفضل ماشية بالطريقة دي حوالين القاعدة كلها اهو بالطريقة دي كده لحد ما بروز القاعدة كلها كده. كده انا يا بنات خلصت السطر، وصلت لاول 3 غرز سلاسل اللي هم اول عمود. هدخل كده في اول عمود وهقفل بغرزة منزلقة وهرتفع 3 غرز سلاسل وهشتغل برضو فوق كل عمود عمود اهو بالشكل ده. هلف برضو حوالين القاعدة كلها.
انا كده خلصت يا بنات القاعدة. هعد 3 سلاسل الارتفاع وهدخل في ثالث سلسلة واقفل السطر كده بمنزلقة وارتفع تاني 3 سلسلة، وفي العمود اللي جنبيها هشتغل عمود وهاخد غرزتين سلسلة وهسيب غرزتين من تحت، ادي 1 2، وفي التالتة هدخل اعمل عمود، وفي الغرزة اللي جنبها هعمل عمود، وبعد كده هاخد غرزتين سلسلة وهسيب غرزتين من تحت، وفي التالتة هعمل عمود وجنبه عمود تاني، وبعد كده هاخد غرزتين سلسلة واسيب غرزتين من تحت، وفي التالتة هعمل عمود، وفي الغرزة اللي جنبها عمود، وهفضل ماشية بالطريقة دي، غرزتين سلسلة وغرزتين عمود. انا كده خلصت السطر يا بنات. هاخد اخر غرزتين سلسلة واجي هنا في الثلاث سلاسل الارتفاع هدخل وهقفل بغرزة منزلقة وهرتفع 3 سلاسل، وفوق العمود عمود، وبعد كده غرزتين سلسلة، وفوق العمودين عمودين، وفوق غرزتين السلسلة غرزتين سلسلة، غرزتين سلسلة تاني، وفوق العمود عمود، نفس الطريقة دي كده يا بنات لحد ما اوصل لارتفاع الشنطة المناسب اللي انا عاوزاه. انا كده يا بنات وصلت للطول المناسب، وعلشان ما اطولش عليكم وقت الفيديو تلت العرض بتاع الشنطة عشان احدد الايد، سبت اول تلت وحطيت المارك، وبرضو علمت في الناحية التانية بنفس الطريقة. هكمل شغلي عادي خالص زي ما انا كنت شغالة. هرتفع 3 سلاسل وعمود وغرزتين سلسلة، وفوق العمود عمود، وفوق العمود اللي جنبه عمود تاني وغرزتين سلسلة، وهفضل ماشية بنفس الطريقة لحد ما اوصل للمارك. كده وصلت يا بنات للمارك اهو. هاخد اول عمود وهشيل المارك ومكانه هعمل عمود، وبعد كده هرتفع 100 غرزة سلسلة عشان الخيط ده رفيع، خلصت كده يا بنات ال100 غرزة. هشيل المارك ومكان المارك هعمل عمود، وفي العمود اللي جنبه هعمل عمود وغرزتين سلسلة، وفوق العمود عمود، وهكمل شغلي بنفس الطريقة لحد ما اوصل للمارك التاني، وهشتغل بنفس الطريقة برضو. هعد 100 غرزة سلسلة علشان اعمل الايد. كده خلصت يا بنات السطر. هرتفع برضو 3 سلاسل وهكمل شغلي عادي، فوق العمود عمود، وفوق غرزتين السلسلة غرزتين سلسلة.
دي 1 2 لحد ما اوصل للسلاسل اللي انا ارتفعتها علشان اشتغل فوقيها. بنفس الطريقة لحد ما اوصل للايد هنا. ادي كده يا بنات وصلت لاخر غرزة. اخدت طبعا غرزتين السلسلة وفوق العمود عمود زي ما انتوا شايفين كده، وفوق العمود التاني عمود، وهشتغل غرزتين سلسلة وهسيب غرزتين سلسلة من تحت. ادي 1 2 وفي التالتة هدخل اعمل عمود وفي الغرزة اللي جنبها هعمل عمود. هنا في غلطة في الخيط هقصها والسحها بالولاعة. بعد كده هاخد غرزتين السلسلة بتوعي وهسيب غرزتين من تحت، وفي التالتة هدخل اعمل عمود وفي الغرزة اللي جنبها هعمل عمود، وبعد كده غرزتين سلسلة وهسيب غرزتين من تحت. انا كده شغالة على الايد بتاعت الشنطة اهو زي ما انتوا شايفين كده بنات. هكمل الايد دي بنفس الطريقة والايد التانية هخلصهم وارجع لكم تاني. ادي كده يا بنات شكلها بعد ما اشتغلت الايد. هشتغل تاني سطر بنفس الطريقة، فوق العمودين عمودين وفوق غرزتين السلسلة غرزتين سلسلة. ادي كده يا بنات شكلها بعد ما خلص. اتمنى يعجبكم شغلي، واتمنى لو عجبكم شغلي تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس علشان يوصل لكم مني كل جديد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.